تعالي اقول لك ازاي تعدلي سلوكيات ابنك العنيد وانت في البيت. 4 قواعد لو اتبعتيهم هتعدلي سلوكيات ابنك العنيد في البيت وهتلاقي النتيجه والتغيير هيكون ملحوظ. اول حاجه الاتفاقيه ما بين الاب والام وعدم الاختلاف في طريقه التربيه. يعني ايه؟ يعني الصح والغلط اللي بابا وماما بيقولوا عليهم هم الصح والغلط اللي احنا ماشيين عليهم. ما ينفعش يكون بابا بيقول حاجه وماما بتقول حاجه، وما ينفعش اختلاف الراي قدام الاطفال. يعني حتى لو هيكون في اختلاف على طريقه التربيه ما يكونش قدام الطفل تماما. تمام؟ تاني حاجه هي انه انا ما ينفعش ان انا طول الوقت اصرخ واضرب واجبره على الحاجه الصح اللي انا عايزاها. انا هفضل طول الوقت بعرفك ان انا رايي مش هيتغير، وان الصح هو اللي انت هتعمله او الصح هو اللي انا عايزاه، بس بطريقه هاديه وبكلام منظم وبكلام معروف بالظبط ايه هو وخطواته ايه هي. تالت حاجه ما ينفعش ان انا هو يستفزني بتصرفاته. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يبدا يكسر، يبدا يصرخ، يبدا يعيط، يبدا يزود في الحاجات اللي هو بيعملها عشان يرفض الامر اللي انا بديهوله، وانا يا اما ارجع عن الراي اللي انا عايزاه يا اما اضربه او اصرخ او ازعق قصاده. ما ينفعش اقابل العند بالعند. انا مش هعمل كل دوت لان هو بيختبر صبري والتزامي للامر اللي انا عايزاه. رابع حاجة ودي الأهم هي إن أنا أحرص على طريقة التربية بتاعتي لابني من وهو صغير. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أول 3-4 سنين من عمر الطفل نبقى بندلع وبنقول له تف واعمل وسوي ويعمل وسيب ويعمل كل اللي هو عايزه، وبعد كده ابدا انه انا اربيه او ابدا ان انا اقول له لا ما تعملش كده اصل هو كان صغير فلما كبر بدات اربيه. لا، لازم الصح والغلط تبقى قواعد في البيت من وهو عنده سنه، علشان هو دوت اللي هنمشي عليه بقيه العمر. لو اتبعتي الخطوات دي هتعدلي سلوكيات ابنك. قولوا لي في الكومنتات ايه السلوكيات التانيه الغلط اللي بتشوفوها في ولادكم وعايزين تعدلوها، وانا هقول لكم نعمل ايه.